السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بصوا بقى يا حبايبي، لو عندكم ان شاء الله كده رز بايت اوعي ترميه. هقولك على وصفة تحفة 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 ممكن تعملي بيها الرز البايت. ماشي؟ طيب هتقولوا لي يا ام انس ده قرنفل، هتقولوا لي يا ام انس طيب الرز البايت ينفع رز بسمتي ابيض بشعرية؟ اي رز بايت عندك، بسمتي بقى اللي هو ملون دوت، بشعرية، ابيض، اي حاجه، رز ساده، اي حاجه. ماشي؟ دوت رز بايت اهو عندي. تمام؟ اهو هعمل ايه بقى فيه؟ بصوا بقى المكونات عندي. انا جبت هنا كزبره، حزمه كزبره خضراء قطعتها، وادي دول 3 بيضات، وعندي التوابل، وديت بطاطس انا سلقتها، نص كيلو بطاطس سلقتها. ماشي؟ هصفي الميه من البطاطس وهرجع لكم تاني. بصوا بقى يا حبايبي، هنجيب الاول كده حاجه واسعه، حاجه واسعه كده عشان تعرفي تشتغلي فيها. وهحط الرز البايت اللي عندي دوت اهو. والله العظيم ده رز بايت يا جماعه. واحده تقول لي يا ام انس طب انا وانا بتفرج على الفيديو مثلا كنت سخنت شويه الرز البايت اللي عندي. عادي لو سخنتيه برده ممكن تعملي بيه الوصفه دي، مش هتقول لا. بسم الله بقى كده. ادي كده بقى هنعمل ايه؟ هنهرس البطاطس ديت كده هرس جامد، هرسه حلوه جدا ان شاء الله. هعمل لكم كذا وصفه من الرز البايت هتعشقوها. انا عايزه اقول لكم انا ما رضيتش اطلع لكم بالوصفه دي بصراحه لما جربتها الاول. عايزه اقول لكم عيالي كلوها قالوا لي تحفه، وما توقعوش خالص ان هي رز بايت. بس كده. هاجي بقى هنا كده هحط بقى كده البطاطس المهروسه ديت فوق الرز. وبعد كده هحط الكزبره الخضراء، بعد كده ال3 بيضات. عايزين تحطوا بيضتين بس مفيش مشكله، مش هتقول لا. البيض يا جماعه وسيله ربط، وبيديها طبعا اكيد برضو طعم كويس. البيض والبطاطس هو وسيله الربط اللي هتربط الوصفه الجميله دي. طبعا اكيد انتوا عرفتوا هي ايه. تمام كده. عايزه اقول لكم الريحه تحفه بجد، الريحه تحفه. التوابل بقى عندي معلقه صغيره اهي فلفل اسمر، معلقه كزبره ناشفه، ممكن انا احط معلقه ونص، معلقتين زي ما تحبي. انا بحب الكزبره الناشفه فيها قوي. خدي بالك الحمد لله، خدي بالك الرز اصلا متبهر معاكي والحدق بتاعه مظبوط، والبطاطس طبعا يعني كل حاجه معموله. فانت هتحطي بس الملح دوت عشان البطاطس وبقيه الخضار، فما تكتريش من الملح. وهحط مكعب من الماجي كده وافركه. اي ماجي بقى عندك، ماجي فوري، ماجي مكعبات اللي هو ماسك نفسه ده، مش هيقول لا. طيب هنعمل ايه بقى يا ام انس؟ هتقلبي بقى الوصفه دي كده كلها مع بعضها، اعجنيها اعجنيها عجن، خلي البطاطس مع الرز مع كل حاجه بصوا تتعجن عجن كويس قوي. دي بقى يا جماعه كفته رز، كفته رز. بس احنا كنا الاول بنعمل رز ايه؟ رز ني بنعمله كفته. لا احنا هنعمل كفته رز من الرز البايت. اقسم بالله تحفه. انا عايزه اقول لكم اختراع، اختراع بجد. عايزه اقول لكم كمان بما ان الوصفه دي كمان طلعت جميله جدا كشكل وكطعم وكل حاجه، عايزه اقول لكم ممكن كمان في الاطباق الرمضانيه تعملوها كصنف كده من ضمن الاصناف اللي انتوا عاملينها، او في اي عزومه. بجد هتشرفك وهتبهر ضيوفك،
وهتبقى تحفه جدا. طيب انا ممكن اعملها كده اصبعها زي ما هي كده، مش مكلفه خالص، وتاكلي حاجه جديده وجميله. وممكن لو انت بقى عندك فراخ بايته، قطعه فراخ بايته، قطعه لحمه بايته، اي حشوات، حبه لحمه مفرومه صغيرين قوي، ممكن تحشي برضو ايه بيها، تضيفيهم كده وتكوري فيها وتعجني كله مع بعضه، او تكوريها كوره كده وتحطي الحشو جوه وتعمليها. بصوا بقى يا حبايبي، انا هنا بصوا عجنتها جامد جدا. بصوا بقت عجينه حلوه جامد يعني متماسكه اهي. طيب انا لقيتها يعني زودت لها بصوا معلقه واحده دقيق وانا بعجنها بصراحه، بس ما جاتش في التصوير. خلاص كده خلاص. هنعمل ايه بقى؟ هقوم بله ايدي كده من الطبق في ميه عاديه خالص اهو، وهاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم قطعه كده، وهعملها صوابع بس تخينه. بصوا اهي، وهاجي هنا في الدقيق وهمشي كده بالراحه خالص اهي، وهقوم حطاها هنا اهو في الصينيه هنا. طيب نعمل تاني كده وكمان واحده اهو. بليت ايدي في ميه، لازم تبلي ايدك ميه، واقوم واخده هنا كده اهو. طيب لو انت عندك حشوه بقى لحمه مفرومه او فراخ او اي حاجه، ممكن تكوري كوره كده اهو اهي، دي كوره اهي، وتقومي عامله كده تكوفه من الوسط، وتحطي اي حشوه انت عايزاها، لحمه مفرومه اي حاجه انت عايزاها، وتقفلي على الكوره كده كده كده، وبرده تشمعيها في الدقيق وهكذا ماشي. بس انا هنا عايزه اوريكم ان هي ممكن باقل الامكانيات تعملي احلى ايه وجبه ومش مكلفه اهي. هعمل لكم كمان واحده عشان ايه محدش يقول ده مؤنث بتلزق في الايد دي بتفكك، لا هي مش بتفكك. لازم اولا ايديك يكون مبلوله ميه شايفين اهي. طبعا بتتحكمي في حجم الصباع بتاع الكفته اللي انت عايزاه، بس مش هينفع ترفعيه طبعا، لازم هو يبقى السمك بتاعه كده. هخلص بقى كل الكميه وهرجع لكم تاني. بصوا بقى يا حبايبي الكميه طلعت قد ايه، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عايزه اقول لكم بقى لو يعني يا ريت تخلوا البطاطس قد الرز. طب لقيتيها مفككه معاكي شويه، ممكن تحطي معلقه نشا او معلقه دقيق وهتقلبي كل ده في بعض. عايزه اقول لكم تحفه. طبعا هي لما تيجي تصبعيها هي مش متماسكه قوي زي الكفته اللي هي بتاعه الرز، لا هتلاقيها لينه في ايدك، فما تضغطيش قوي، يا دوب تشكليها وتحطيها بالراحه جدا. احنا بقى علقنا على طاسه الزيت وهنحط دلوقتي ونقلي ونشوف هتطلع عامله ازاي. طبعا يا حبايبي ادي طاسه الزيت اهوت، الزيت سخن كويس، لازم يكون سخن كويس جدا. هنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط كده بقى بسم الله الرحمن الرحيم. خدي بالك وانت بتحطي عشان ما تقوليش ده فكت مني، عشان هي يا جماعه مش متماسكه قوي زي الكفته العاديه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لو لقيتي حاجه وانت بتعملي كده عايزه تتظبط، اظبطي الصوابع اللي هي عايزه تتظبط. بقى يا حبايبي طبعا انا اضطريت ان انا اطفي الكاميرا وانا بحطها، علشان انا ما كنتش مالكه ان انا احطها بايد واحده، فطبعا لازم تمسكيها بايديك الاثنين، لان زي ما قلت لك هي بتبقى كويسه ومتماسكه وكل حاجه، بس لازم تتحكمي فيها كويس وانت بتحطيها تمام. وبرده ما تقلبيهاش الناحيه الثانيه لما تتاكدي ان هي من تحت احمرت. يعني مثلا اهي، مثلا دي بصوا اهي دي احمرت اهي، مثلا ابتدي ان انا اقلبها، لكن ما تجيش تستعجلي وتقلبيها وهي طريه، هتبص تلاقيها اتفككت معاكي اهي. بصوا اهي ماسكه نفسها اهي، لكن لو حاولتي تقلبيها وهي طريه هتلاقيها بهدلت الطاسه واتفككت منك خالص. بصوا يا حبايبي اهي بتتقلب معاكي بكل سهوله طالما اديتيها وقتها في الايه، في التحمير. بصوا حتى هتلاقي من تحت كده تحسيها بقت ناشفه شويه كده تقلبي، انما لقيتيها لسه طريه اوعي تيجي جنبها.
برضو انا هقلبهم قدامك اهو عشان ما حدش يقول ان انا ايه قطعت من الفيديو او حاجه، لا اهو. لونها تحفه، مش عايزه اقول لكم بقى الطعم عامل ازاي. بصوا بقى يا حبايبي كده هبتدي بقى ان انا اطلعها اهو. بصوا ادي القعر اهو زي الوش بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعوها على طبق يكون فيه مناديل ورق عشان برضو لو فيها زيت ولا حاجه يشربها كويس اهي. اللي تلاقيها احمرت معاكي كويس طلعيها. حبايبي دي اول طلعه من الطاسه اهي. بصوا شكلها تحفه ازاي، خطيره خطيره خطيره، والطعم ولا اروع من كده. بقى يا حبايبي بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا من بواقي الرز اهوت البايت مع نص كيلو بطاطس وشويه الخضره بقى والتوابل اللي انتوا بتحبوها. على فكره يا جماعه انا حطيت فلفل اسمر وكزبره ناشفه وحبه ملح صغيرين قوي عشان طبعا الرز متبهر ومكعب ماجي. حابين انتوا تحطوا اي اضافات تانية في التوابل ليكم مطلق الحريه يعني. تمام. بصوا بسم الله ما شاء الله طلعت طبق قد ايه، كميه قد ايه. انا عملت جنبيها كبده شرايح زي ما انتم شايفين. ممكن انتوا بقى تعملوا جنبها شويه سلطه، شويه بطاطس محمره، تحطوا عليها كاتشب، مايونيز، توميه، اللي يعجبكم. ويا ريت بقى يا حلوين لو الوصفه عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب وكلمه حلوه في كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.